مفيش مذيعة في كفر صقر، مش انتوا اللي تقولوا. انا وانت بالذات كانت العين علينا. انا ما بحبش حد يجاملني. زمان ما كنتش شايف كده. ان جوزها اشترى لها قناه، لا ده جوزها اللي بيدفع لها علشان خاطر تطلع في ناس كتير لا قالت ده كده. جوزها هو اللي عامل الحاجات دي كلها. ما هو صاحب الفكره مين؟ ما هو انا. انت شفت ان انا كنت بسعى عشان مصلحتي وانتهمت فيك. يا نهار اسود. والله انتهمت فيك. فانت بتتعب عشان غيرك. خلاني سامحه صلاح الضرب اللي انا اخدته. مشاهدينا برحب بحضراتكم في حلقة جديدة وأول برنامج تقريبا بودكاست يطلع من كفر صقر. والنهاردة يعني جالي ضيفة عزيزة. الضيفة دي ما شفتهاش من حوالي 5 سنين تقريبا، ممكن نقول 2018 2019. كان ليها ذكريات معايا كتيرة قوي. كان بينا حاجات وحوارات كتير. فالنهاردة احنا عاملين حلقة جميلة هنطلع بيها مفاجأة لناس كتير، لان ناس كتير اتكلموا عننا كتير اثناء الشغل بتاعنا. حاولوا كتير يوقعونا ببعض ووقعنا ببعض بالفعل، واتخصمنا اكتر من 3 أو 4 سنين. والنهارده راجعين تاني علشان نقول للناس ان البني ادم الناجح اللي بيسعى او اللي بيرمي وراء ظهره المعقبات او الصواعب اللي بتجيله وكلام الناس كتير بينجح. لكن اللي بيتمادى في انه يبص وراه ويفضل دايما يتكعفل في الحاجات اللي بتوصله من الناس هيفشل ومش هيكمل. خلونا نرحب بزميلتي العزيزة وحد غالي عليا قوي، طالع من مخرج احنا عملناه كان اسمه صدى الشراقوة، الأستاذة الإعلامية الجميلة سميحة صلاح. أهلا بك يا أستاذ سميحة. اهلا بك يا استاذ احمد، سعيده جدا ومبروك على الصرح الجميل العظيم اللي انت عامله. ربنا يكرمك يا انا رب. بقول عظيم علشان حاجه معينه. مسابقه الاطفال، آه، شجع الاطفال اللي لسه مبتدئين ان هم إيه رأيك فيها؟ يحفظوا القران الكريم. ده حاجه جميله جدا من الموسم الأول وأنت متابعانا. وانا متابعه. وكان نفسي شايفة. اكون معاكم في التكريمات ولكن انا كنت مسافره. آه. ولكن انا كان قلبي معاكم والحمد لله رب العالمين. المسابقه نجحت وليها صدى كبير جدا في الحمد البلد، لله. ودي حاجه حلوه جدا. الموسم الثاني هتبقي معانا ان شاء الله في التكريم باذن الله باذن الله. عشان ناس كتير سالت عليك حتى في الموسم الاول لما طلعنا وسمعوكي في اللايف وقالوا استاذ سميحه فين وسالوا عليكي بجد. انا والله يعني كنت بعمل عمليه صغيره كده الحمد لله وعدت على خير. ان شاء الله المره الجايه ربنا بوعدهم ان يبارك انا لك يا هكون رب. معاهم. وعايزه اقول لك ان احنا لو ما سمعناش كلام الناس وما سمعناش، بص الناس كانت بتدخل توقع كتير جدا. يعني ايوه هنبدا اهو. كونتات فيك، حاجات أيوة. فيك، ده بيقولوا ده بيعملوا. احنا عشان سمعنا الكلام ده فالدنيا خربت. صدقني احنا انت لما استمريت لوحدك وبعدت عن كلام الناس بالظبط. بقيت دلوقتي احمد زين صاحب استوديو جميل دلوقتي وحققت حلمك. سميحة صلاح لما نسيت كلام الناس بالظبط. وبقت تعمل بلوكات وما تركزش، دلوقتي الحمد لله انا عملت كلامهم سلم علشان اطلع عليه. بالظبط طلعت عليه والحمد لله رب العالمين. وده سعيدة جدا ان انا باللي وصلت له النهارده الحمد لله. وده بالظبط. بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الحمد صدى لله. الشراقوة، فضل سبونسر، فضل استاذه سميره الدغيدي والحمد لله كل ناس كتير جدا وقفوا معايا الحمد لله لحد انا ما بقيت انا دلوقتي. وده اللي احنا عايزين نتكلمه النهارده. يعني انا اخترت يمكن الحلقه دي هي طريق نجاح او قصه صحيح. كفاح زي ما انت دايما بتقولي. عايزين نحكي الحاجات اللي شفناها زمان او المر اللي شفناه زمان. اي نعم كان مر قوي، لكن انا وانت بالذات كانت العين علينا. يعني ما نعرفش كان ليه. الكل مركز ان استاذه انا كنت بحب الشغل جدا. وكنت يعني اي حاجه اي حد يكلمني عايزه انزل. انا كرئيس مجلس اداره لما كنت بتطلب مني ان انت تنزلي تقرير او حاجه انا كنت بقول لك يلا. فهنا كان الكل شايف ان سميحه مجتهده ان انا بفضلك على الناس كتير. فهنا استاذ احمد بفضل سميحه اكتر. ابتدى الشغل بقى يجي من كده من او شغل الحقد يجي من كده. اشمعنى هي بالظبط. وانا كنت غيوره جدا على برنامج. هو ده بقى اللي انا بقوله لك، ان انا زمان ما كنتش شايف كده. لا كنت غيوره جدا على برنامج. انتوا زمايلي وكل حاجه، بس انا اللي عملت البرنامج ده فما ينفعش لحد اللي هو يدخل ياخد البرنامج مني. خصوصا ان احنا كنا كاست واحد وفريق واحد، فكل واحد كان بيراعي شعور التاني. فاكره اول يوم قلنا فيها هنسمي البرنامج ايه وقلت حديث الشارع. كانت فكره جميله ولحد دلوقتي حديث الشارع مستمر على كل قناه. يعني ممكن ناس كتير تعترض لما ادخل قناه جديده يقول لا بلاش اسم حديث الشارع، بس انا ببقى متضايقه وبأصر ان لا انا خلاص انا هو حديث الشارع. هو اتعرف بسميحة صلاح.
انا بقيت امشي في الشارع استاذ سامعها صلاح حديث الشارع، انا مش حديث حد، انا مش حديث ايوه الشارع. انا مقدمه البرنامج بس. الاول كان بيبان قدامي ان لا، هي مش غيره خالص، هي غيره بس غيره البنات، مش غيره الشغل. فكنت ممكن اخد قرار غلط في الاول. لكن لما درست بقى التسويق ودرست الميديا اكتر، عرفت انك كنت على صواب. لا، الغيرة يعني على شغلك، الغيرة على الشغل نفسه. فانا كنت غيرة جدا على شغلي، وكنت ازعل قوي لما حد يزعل مني. احنا طالبينك انت وحد تاني ولا لنا. طب ما كده الناس يعني بتاخد فكرة وحشة عني، ان انا مثلا نفسي كبيرة او نفسي كبرت او تعليت عليهم، فده كان بيزعل. ايه اللي بتشوفيه في الشارع؟ ايه اللي حببك في الشارع اكتر؟ تشجيع استاذ عثمان كلوب ليا. من مكاني ده انا بوجه له تحية. كان اول ما بدأنا كنا احنا اول ناس نزلنا الميديا، واول ناس عملت برامج على الميديا، اول ناس صدى الشراء ديت كانت عامله ضجه كبيره قوي. رغم ان احنا اتحاربنا واتقال علينا كلام ما حصلش، واتقال علينا كلام كتير مش كويس، خصوصا من اهل البلد، وده كان بيزعل. ولكن انا كانوا بيقولوا لكن لا ينكروا ان القناه كانت عامله صدى كبير قوي. اللي حببني في الشارع ان انا كنت لما انزل الاقي اقبال كبير جدا من الناس. احنا كنا بننزل، ما كناش مقتصرين على كفر صقر بس، احنا كنا بننزل اي حد طلبنا، كنا بننزل. كان في الاول بدأنا بالقرى اللي جوار كفر صقر، اي حد عنده مشكله، فانا بحب اساعد الناس جدا. يعني انت كمذيعه خبره دلوقتي تقدري تقولي للبنات اللي لسه بيطلعوا او خريجي الاعلام ركزوا في الشارع اكتر ولا في مش كده، مش ركزوا في الشارع اكتر، بس الشارع يعني الميديا عامه بيربي لك جمهور. بيكون لك جمهور. عارف ليه؟ في الاول لان دلوقتي الميديا الكل شايفك، لكن كل احسن من التلفزيون. لكن لما كنا بننزل الشارع ما كانش في ميديا قوي ما كانش في ما كانش لسه يعني وكنا بنجيب مشاهدات عاليه جدا جدا. فاكره اول فيديو عملناه الست اللي كانت في الشارع كان متخطى المليون. وكان ايامها انت بتتكلم في 2019 ده المليون على الفيسبوك حاجه كبيره قوي. كان يبقى فيه 2 مليون اكونت بس على الفيسبوك او 3 بالكتير. ما كانش في كل الناس عرفت يعني ايه فيسبوك او يعني ما كانش ما كانش الحمد لله رب العالمين. كان صدى الشراء عامله صدى كبير وعامله ضجه كبيره جدا الحمد لله. يعني زعلانه ولا فرحانه ان صدى الشراء قفلت؟ لا، زعلانه. ليه؟ لا، عشان بعض الزملاء كان عندهم طموح كبير وكان عندهم امل كبير، كان نفسي كلنا نكمل، ولكن الحمل كله كان عليا. وزي ما قلت لك ما كنتش بشوف كده، يعني كنت بقى اشوف حاجات تانية. كنت بشوف ان الناس كتير بتسعى عشان مصالحها مش عشان خاطر المكان. انت شفت ان انا كنت بس عشان مصلحتي؟ لا والله بس العظيم اقسم بالله انا كنت بعتبر المكان ما انا ما عرفتش كده غير بعد. لكن فعلا كان في ناس كتير اثناء القناه وهي شغاله، انا كنت بشوف ان هم بتوع مصالحهم، يعني انا البعض منهم مش ناس كتير يعني. فانت بتتعب عشان غيرك، مش بتتعب عشان نفسك او عشان تكبر المكان. ما هو صاحب الفكره مين؟ ما هو انا. صحيح. ما كانش في حد صاحب فكره صدى الشراء خالص غير ان انا اول ما قلنا هنعملها راديو عملنا راديو بالفعل، وطلعنا لما هدير كانت معانا في الاول. سبحان الله تعالى. كان في الاول ما كانش فيه لايف ولا كان فيه بث مباشر لسه طلع. كنا في اوضه. لما كان البث المباشر طلع بقى بقت قناه مش راديو. بالظبط. ودي كانت فكره ان احنا نعمل قناه تلفزيونيه في كفر صقر، وما كانش حد يصدق ان احنا نعمل استوديوهات. كان عندنا اكتر من استوديو لما كنا على الترعه، اكتر من استوديو بنسجل فيه. لكن فعلا ما خليناش نكمل ان انا شفت بعض الناس بتوع مصالحهم، يعني المكان كان عايز يكبر، والكبر ده عايز فلوس، والفلوس دي عايزه اجهزه بقى نجيبها والكلام ده كله. لقيت كله مركون عليا وانا مفيش جديد عندي. صحيح. فاهماني؟ كنت انا عامله برنامج في رحاب المصطفى. عملت في رحاب المصطفى وأمهات المؤمنين برضو، عشان برضو ما نقولش ان الشارع ولا اخد. كان الدين الاول، لكن كل ده كان ليه مشاهدات. في رحاب المصطفى ده كان دين وكان واخد مشاهده عاليه. يعني كنا بنستضيف جميع المشايخ وجميع العلماء. عملت مع دكاتره كتير مشهورين. دكاتره مشهورين. انا من خلال البرنامج بتاع حضرتك انا بشكرهم. يعني كان اول حد معايا طلع في رحاب المصطفى
كان استاذ دكتور في جامعه انا فاكره كليه حقوق زقازيق، كان الدكتور محمد محروس. قيمه وقامه، والحمد لله. انا فاكره. احنا كنا بادئين بايه استاذ احمد؟ مكتب في اوضه. في اوضه، وكنا بنشيل المايك كان هو مايك واحد نشيله ونبدله للتاني عشان نقدر الحمد لله. المايك ده يجيب دلوقتي ما شاء الله كاميراته دلوقتي ما شاء الله الحمد لله حلوه. ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله يا رب. ده كله عشان ايه؟ عشان انت شلت بقى كلام الناس من دماغك وركزت انت في مصلحتك. نسيت اقول لك بقى، ما هو انا وانتي عايز اقول لكم احنا كنا بنسمع كلام على بعض كتير لحد من سنه او من 6 شهور. يعني كان اي حد يقعد معايا يقول لي ده بتقول في حقك كذا، يروح يقعد معاها يقول لها ده احمد زين بيقول في حقك كذا، فيعمل حاجات كتير. كنا الاول بنسمع، فنحكي لحد بينا وسيط، سكت احمد عشان احمد بيتكلم، سكت استاذه سميحه عشان استاذه سميحه بتتكلم. والله لا كان حد فينا بيتكلم، لا هي ولا انا. ما كانش حد بيجيب سيرتك ولا انا بجيب سيرتك ولا خالص. انت ممكن تكون. لكن كان في بقى ايه، هو الوسايط بقى شغل الشحنات وكده. لكن جيت فتره انا واستاذه سميحه فعلا اللي هي اخر سنتين او اخر 3 سنين اشتغلنا بقى، كل واحد بدأ يشتغل بقى خلاص. هي سابتني وبدأت تبص لحلمها بره وتسعى وتكنسل كل اللي تحت رجليها، وانا بدأت اشوف بقى مشاريعي او ان انا اطلع من خانة ان انا بعمل الحاجة لغيري، فيلا اعملها لنفسي عشان انا اولى بمجهودي واولى بفكري كتسويق او فكري كأحمد زين من ناس تانية كتير. أستاذ أحمد، كان صدى الشراء وكان حلمك وكان حلم ناس كتير جدا من اللي كانوا شغالين معانا، وكان حلم مساعد كتير. كان في منهم ناس بيجي لنا من الأهلية ومن الزقازيق وبيركبوا مواصلات كتير جدا عشان يوصلوا للاستوديو. ليه قتلت حلمك وحلم الشباب ده؟ ما هو زي ما بقول لك، انا كنت الاول دماغي ان انا في حاجه مختلفه عايز اعملها. انا دايما مختلف، انا بحب الاختلاف، يعني بحب افكر خارج الصندوق. فكنت عايز اعمل فكره زي قناه تلفزيونيه، حلم لكل الشباب انهم يطلعوا من هنا من كفر صقر ويبقوا خريجين صدى الشراء وكاسم يعني. لكن في بعض الاحيان او مؤخرا بقى بدات الاقي الناس هو جاي عشان ياخد مصلحته ويمشي، مش جاي عشان يشوف المكان محتاج ايه فيلا نطوره ويلا نعمل. لا، هو جاي ياخد مصلحته ويمشي. بعض الناس يعني، وهو لا هيفيدني بحاجه ولا انا مستفيد منه اي حاجه. كل اللي انا معمول بس اللي انا وقتي انا كاحمد بيضيع. وان ده في التصوير، في كل حاجه بقى، في تفكير لغيري. يعني انا بفكر خارج الصندوق، لكن كنت بفكر لغيري لمصلحه الاخرين. فده اللي خلاني جيت في يوم وقف واقول لا والله ما هكمل. انا هقف كده. وكلمت اخويا استاذ عثمان قلت له انا مش هكمل. ليه مش ليه؟ قلت له خلاص بقى انا مش هكمل. خدت قرار في نفسي وقلت خلاص. بعد ما خلصت صدى الشراء بقى بدأت تعبت شويه. يعني كنت مهتم ببرامج في التلفزيون شويه، لكن عندي هدف وعندي حلم نفسي اعمله. كان نفسي افتح شركه تسويق بقى. هي احسن دلوقتي ولا شركه التسويق احسن ولا القناه اللي انت كنت لا طبعا لا فرق السماء والارض. انت دلوقتي انا دلوقتي رجل اعمال، يعني هو انت بتشتغل في بيزنس حر. فرق السماء والارض. انت عندك شركه دلوقتي، والشركه دي فيها موظفين شغالين زي ما حضرتك شفت كده، معايا اكتر من 7 بنات شغالين من الساعه 11 الصبح لحد تقريبا الساعه 8 بالليل. فبعد ما خلصت صدى الشراء بقى وخدت قرار ان انا اقف، تعبت بقى لما بدات ابني كيان شركه بقى. فضلت اكتر من 2 سنين. كان معايا استاذه اماني خالد مديره التسويق دلوقتي، كانت هي اللي بتشتغل كل حاجه بايديها بقى. بس كله كان من البيت. لحد من سنه خدت قرار بقى ان انا اوسع بقى الشركه دي، اعمل لها اوراق واقننها واظبطها واختار مكان في بلدي. انا دايما بحب بلدي، مش عايز اطلع بره خالص، مع ان احنا اتحاربنا كتير جدا. انا مذيع في التلفزيون يمكن من 2008 تقريبا. ما بحب، عندي سبحان الله انا بحب البيزنس اكتر من التلفزيون. يعني انا بحب شغلي وعملي اكتر من التلفزيون. يمكن بتلاقي مهتم بشغلي اكتر من روحي البرنامج او كده. فبقى فرق السماء والارض بقى. انت بتشتغل لنفسك والعائد كله ليكي انت مش لغيرك.
صحيح. فده بقى علمني حاجات كتير طبعا في حياتي. من المشوار برضو اللي اتعلمناه، علمنا يعني حاجه زي اللي احنا فيها النهارده، اللي هو انت ليه تكون معادي لحد، ليه تكسب عداوه اشخاص، ليه تكسب عداوه اشخاص ده مثلا، في ايدك ان انت احنا يعني مجالنا عايز حب الناس. ليه ما تكلمش فلان ده اللي انت مخاصمه او الخصم بتاعك ده، وتشوف فكره فيه ايه. يمكن يكون في حاجه فكره في حاجه هتفيدك انت في حياتك مثلا. او على الاقل خالص بدل ما يكون قاعد شايط نار منك او زعلان منك، لا خليه في القعده يتكلم عنك بالحسنى وتتكلم كده يعني. بالظبط زي اللي حصل معايا انا وانتي يوم الافتتاح لما انا كلمتك وبركت لي على المكان والكلام ده كله. هو ليه احمد وسميحه صلاح مثلا مش يكونوا حلوين مع بعض والدنيا تمام؟ لا، ليه الناس دايما حطوهم في حته انه الاثنين دول هم عداوه لبعض ومش بيطيقوا بعض وما بيحبوش بعض؟ هم الناس شايفين كده، طول ما هم عاملين الفكره دي في دماغهم هيجوا يقولوا كلام بالسهل، هيجي يقولوا كلام. وده اللي كان بيحصل. لو احنا اصطلحنا فمحدش ده هيقول. فعشان كده عملنا الحلقه دي النهارده. احنا بنقول للناس والله ما في حاجه، احنا بقالنا اكتر من سنه اهو ما فيش اي حاجه بينا، وانا بقول لها تعالي يا استاذه سميحه عشان تباركي لي المكان ونطلع انا وانتي في حلقه لايف كده ونعرف الناس ما فيش حاجه. يا اللي عمال تقول كلام وتنقل الكلام من هنا لهنا، اهمد كده شويه واسكت. شغل عصافير. اهمد شويه واسكت عشان ما عادش ليك مكانه يعني. عايزه تعملي ايه الفتره الجايه؟ الفتره اللي جايه ان شاء الله عندي سيزون جديد باذن الله على قناه الشمس. بجهز له بحضر له يعني، ان شاء الله ممكن نبدا بعد شهر من النهارده، ده لو ما كانش قبل كده، وحلم ان ربنا يوفقني يا رب. انت من الناس الشخصيات اللي بيحبوا يسعوا على قد ما يقدروا. ما يعني بتقفيش يعني اللهم بارك يعني. من يوم ما اشتغلت انا حابه شغلي جدا لانه بيخدم الناس وانا بحب اخدم الناس. في وسط الشغل بيجي لك ناس تعقدك صح يعني؟ تحبطك. بس ده احنا هنعمل فيكي ونسوي والكلام ده كله. بس انا ما بسمعش للناس دي يعني. ما فيش حاجه الا بايد ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حد بيضر حد، ما فيش حد بايده يضر حد الا باذن الله سبحانه وتعالى. فانا بدل انا ما بعملش حاجه غلط، فانا ليه اسمع كلام الناس دي؟ فكرتيني بالسبونسر عشان انت قلتي عايزه اديله حقه يعني. فاكره اول يوم هو كلمك فيه قلت لك ما تسمعيش كلامه. احنا لما بدانا كنا بادئين على الميديا. فالشخص ده كلمني وقال لي ليه على الميديا ما نعمل برنامج في التلفزيون وكده، وانا عندي شركه ونعلن لها وكده. فانا قلت لك انت كنت خايف. انا والله كنت خايف. انا كنت خايف عليكي. قلت لي لا، ممكن يكون حد ما تصدقيش الا اذا فعلا بعت وحجز لك في التلفزيون وكده. وكان على فكره كان في ناس بتعمل كده وما تبعتش. لا، كان في ناس كتير بتقول احنا عايزين نعمل اعلانات وكده وخلاص. هو بيبقى مجرد كلام. فانا بقيت انا عايزك يا عيني. لا انا كنت بشوفك بتفرحي. فعايز اقول لك استني بس يا مدى على نفسك شويه عشان ايه اللي ممكن ده عمل فينا كتير. فده ممكن يكون حد بالبرنامج بتاع حضرتك بشكره جدا لان هو كان طبعا في اول بداياتي ساندني راجل هو معاكي لحد دلوقتي. ده يعني ان فعلا يعني يضرب له المثل. ربنا يديله الصحه والعافيه ويوفقه يا رب. لان في ناس كتير يعني كرهوا نجاحي وابتدوا يكتبوا على الفيسبوك بوستات ان جوزها او ابو اولادها اشترى لها قناه. يا نهار ابيض للدرجه دي؟ والله ان جوزها اشترى لها قناه. لا، ده جوزها اللي بيدفع لها علشان خاطر تطلع في التلفزيون. ناس كتير. لا، ده جوزها هو اللي عامل الحاجات دي كلها. الراجل ده زعل قال انا بعمل اعلان على برنامجك عشان انا اتشاف يعني عشان انا اتشاف واللي انا بعلن له يتشاف، مش عشان يقولوا ده جوزها. وفضل سنه تقريبا امتنع عن رعايه البرنامج لحد ما انا طلعت في برنامج وقلت يا جماعه الخير زي ما استاذ احمد الساعه في الهوا. انت كراجل او انا بناشد او انا بسال كل الرجاله اللي محدش يقدر عليه. انا بقالي من سنه 2017 شغاله في التلفزيون الحمد لله. انت كزوج مهما كنت بتشتغل احنا مش هنتخرج. لا ما يقدرش على 8 حلقه. هتقدر ان انت مهما كنت بتحب زوجتك او كده 300,000 جنيه شهريا ليه بتشتغل؟ لا. ايه
ما انا بقول لك اهو. بيشتغل ايه يعني عشان خاطر 7 سنين في 300,000 جنيه شهريه؟ مين بيقبض 300,000 جنيه في الشهر؟ ما انا بقول لك مش هيقدر على ثمن حلقه. فاعقلوا الكلام اللي انتوا بتقولوه، عشان خاطر انتوا بتخربوا على ناس كتير وبتدمروا ناس كتير بسبب التفاهات، او ان انتوا بيبقوا عايزين يحطموا بني ادم. هنقول البعض. ما هو البعض البعض بيكره نجاح الاخرين. لا ده مش هي، لا ده جوزها عمل كذا. لا ما فيش كان الكلام دوت. وانا جوزي لما جه الفلوس السبونسر عشان استاذ احمد يحجز لي في الهواء وكده، هو كان كل دوره ان انا باخده معايا. كان باخده معايا لان انا لوحدي. ف بس هو ده كان دوره معايا، وكان بيدعمني معنويا مش ماديا خالص. لان هو كان داعم ليكي على فكره. انا كنت بقول لك يا استاذ احمد مفيش راجل يقدر يدفع حق. مفيش، لا شهر واحد بس. ما انا بقول لك حلقه ما يقدرش، او حلقه واحده ما يقدرش. فهم الناس كانت بتفتي كتير ولحد دلوقتي يمكن الناس مش عندهم الوعي الثقافي ان يعني ايه حلقه مباعه او هوا مباع وكده يعني. لا ما يعرفوش. الحمد لله دلوقتي احنا بنشتغل على قيد القنوات الحمد لله رب العالمين. وانا بحمد ربنا، ده توفيق من ربنا. عارف ليه؟ لان نيتنا سليمه الحمد لله. احنا دخلنا المكان ده وكانت نيتنا سليمه فربنا رضانا. والسعي على الارزاق، يعني انك تسعي على اكل عيشك. ويمكن على فكره مش بيدخلك فلوس، يعني ممكن انت تتعبي كتير قوي ومش تلاقي صدى. ده هو المقابل عندي ان المشكله تتحل. المشكله اللي انا ماسكاها الاقي لها حل، والحمد لله. لا ربنا عوضني الحمد لله. وكان الاول ما فيش، لكن بعد كده ربنا بيرضى الحمد لله. انا عايشه دلوقتي وبصرف على عيالي ومسؤوله عنهم، وانا لوحدي لحد دلوقتي الحمد لله. شغلي اللي بصرف عليا وعلى بناتي الحمد لله. ولسه اللي جاي احسن بالنسبه لك. انا شايفك طموحه وشايفك عندك حضور حلو قوي، الناس بتحبك. هو القبول بس احنا كنا مبتدئين مش عارفين. فاكره اول كلمه قلتها لك لما قلت لي لا قبل ما تدخلي بقى قلت لك وشك الكاميرا حباه؟ اول كلمه انا قلتها لك. الناس كلها كانت تقول لي وشك الكاميرا حباه. انت اللي اقنعتني ان انا ادخل. انا كانت بنتي هي اللي داخله. لما كنت بتقولي شعر الاول فتطلعي قولي الشعر في البرنامج، فانا هقول شعر ازاي يعني؟ فاكره اول لايف لسه عندي، اول لايف عملته في البيت. لا لا انتوا اللي كنتوا عملتوا في البيت. انت على صفحتي انا كل قصد الشغل اللي عملته في البيت. لكن انا كان في صدى الشراء وفي كنت لسه ما طلعتيش. استاذ عثمان كلوم. فانت بقى حكمت علينا كلنا، كل واحد يطلع يعرض عن برنامجه بقى ويشوف هيتكلموا فين. اللايف دوت ما شاء الله لقيت يعني هو اللايف الوحيد اللي جبت تعليقات كتير. قلت لك يومها الكاميرا حباكي، ما تتكلميش لغه عربيه وتتكلمي بالعاميه، الناس هتحبك اكتر. وانت جربتيها. ما اعرفش اول حلقه كانت فين. اول لايف كان في شقه استاذ عثمان كلوب اللي لا الشقه الاولانيه. الشقه الاولى اللي كنت عاملها لصدى الشراء. كنت انت على الكرسي متحرك. كنت انا رجلي مكسوره. وكانوا هم عشان كانوا جايين يزوروا هدير ويزوروني علشان انا رجلي مكسوره. فهم لما شافوني بقى لا لازم تبقي معايا. قلت لك الكاميرا حباكي اطلعي. وكان في اعتراض كبير جدا ان انا اطلع. كان في اعتراض كبير جدا من بعض الناس اللي انا دخلت عشان انا حبيتهم يعني. انا دخلت معاهم ووافقت مخصوص بالفكره عشان كنت حابه الناس دي. طب ما الناس دي حلوه وجميله طب ما ادخلش معاهم ليه؟ ما ادخلش معاهم ليه؟ فبعض الناس كرهوا الموضوع. ايوه كرهوا الموضوع، خصوصا لما رحنا اول حلقه في قناه ABC. يا نهار ابيض. فاكراها؟ انا اتضربت. ايوه كان حصل مشكله كبيره تقريبا يومها. اول مشكله تحصل. كانت اول مشكله تحصل ان انا يعني كان الزعل كله ان انا معاكم. طلعتي في الحلقه من غير ما تعرفيني. يعني انا كنت جوه في الاستوديو. وانت خدت بقى الضربه على طول. انا خدت الضربه ودخلت معايا يا عيني وانت وانا مبوزه وزعلانه. بس ما حسستنيش. ما عرفتنيش غير بعد ما خلصنا. الحمد لله شفنا كتير. فاكره معظم الناس دول كانوا بيقولوا لنا مش هتنجحوا. لا ده كان في بوستات بقى وبص عشان نقف كان كلام اعراض بقى وكلام ملوش علاقه بالصح. ايه ده؟ طب ما انتوا كنتوا من اول الناس اللي كنتوا انتوا بتسعوا للموضوع. انا فاكره احنا كنا رايحين قناه تقريبا علشان نحجز وجالك تليفون ان انت توقف الموضوع. فاكر. انت ليه؟ انت رايح معاهم ليه؟
ايوه كانوا بيحسبوها كده. لكن برضو كانوا بيقولوا مش هتكمل. لا مش هتكملوا، قالوا كده. فاهماني؟ فلا احنا بنقول النهارده احنا كملنا والله العظيم ما كنت برد ولا على اي بوست من البوستات دي، ولا كنت برد ولا لانهم ما كانوش يجرؤوا ان هم يكتبوا اسم. بدل ما بيكتبوش اسم وبتكتبوا كان اكونتات فيك كتير. كان كل ده اكونتات فيك، وكنت انا بتظلم فيهم وناس كتير. كان ناس كتير فشلت فكانت متضايقه من النجاح. يعني انت جيتي في الاخر وانت اللي بتشتغلي، وانت جيتي للاخر. يعني مثلا في واحده كتبت بوست، واحده ما كانش لها علاقه بالشغل خالص، كتبت بوست افتراء عليا، بس انا كنت عملت فيها محضر يعني الحمد لله وخدت حقي. افتراء بالكذب. البوست يعني معناه ان اللي عامله مذيعه. لقيت بعض منهم داخلين في الكومنتات مفيش مذيعه في كفر صقر، مش انتوا اللي تقولوا. ايوه طبعا، مش انتوا اللي تقولوا في مذيعه ولا مفيش مذيعه في كفر صقر. انا طلعت في اكبر القنوات الحمد لله. لا في حد طلع وتعب وشيء في حياته. اشتغلت في قناه النهار، فاكر لما كنا نيجي كده واحنا في قناه LTC ونيجي عند النهار كده اقول لك انا ونصور هناك. هيجي في يوم من الايام ادخل القناه دي. قلت لك هتدخليها والحمد لله دخلناها. كنت انا بالبدله الزرقاء يوم. وصورنا واخدنا صورتين من قدامها والحمد لله. تاني سنه على طول اشتغلت في قناه النهار الحمد لله. يعني ما خدتش بكلامها. الحمد لله. في حرامية كتير في كفر صقر. ده اللي بسطني كتير. هو البعض منهم الناس بتبقى شايفه ان نجاح الاخرين بالنسبه لهم حاجه وحشه. صحيح. فاحنا النهارده بنقول لهم احنا اهو، يعني انتوا قلتوا احنا هتقفوا مش هتكملوا، لا احنا اهو بصوا لنا كده وشوفوا الدنيا ايه. والحمد لله بعد كرم ربنا علينا ونيتك السليمه، وانك دايما عايز تعمل حاجه لنفسك وتعمل حاجه لبلدك برضه. يعني احنا النهارده عاملين استوديو اهو، استاذ سماحه جايه تبارك لي النهارده عليه. عامل حاجه في كفر صقر مش موجوده في الزقازيق مثلا، مش موجوده في فاقوس ولا كبير ولا الابراهيميه ولا اي حاجه، مش موجوده في اي مكان من بتاعنا اهو. فده نجاح ولا مش نجاح؟ اكيد نجاح. بس وعلى فكره الميديا يا استاذ احمد يعني بقى ليها دور كبير جدا، اكبر من التلفزيون. انا لسه بقول لك بص يعني انا مثلا انا والله ما بشوف حلقات على التلفزيون. يعني حلقات التلفزيون بتاعتي والله ما بتفرج عليها. بستنى الميديا عشان التعليقات وكده. التليفون في ايدك ليل ونهار على طول، في اي وقت بتفتحه بتشوف اللي انت عايزه. لكن التلفزيون اتحدى اي حد يقول انا قاعد على التلفزيون دلوقتي لا او بسمع اي حاجه. مفيش. لا. كل الحاجات اللي بتطلع ترند وكل ده مو على السوشيال. ايه رايك في اللي انا عامله ده بقى؟ جميل امانه والله شكله حلو جدا. انت كده يعني كل البنرات عندك اسلامي، عندك ولسه في جوه كتير اجتماعي، عندك ما شاء الله حاجات حلوه. عندي ديني وكل حاجه تقريبا عندي الحمد لله. انا بفكر ارجع البرنامج الديني تاني. يلا هنرجع باذن الله، لان انا في رحاب المصطفى افتقدت الدكاتره والعلماء والناس اللي كانت بتدي معلومه كويسه. ده مع حديث الشارع بالظبط باذن الله. يعني انا برضو مشاكل الناس اللي في الشارع انا عمري ما هتخلى عنهم ولا هسيبهم وهفضل معاهم، بس برضو بفكر ان انا ارجع برنامج الديني تاني. اكيد يعني العلماء وزي ما انت قلت الميديا الميديا دلوقتي دورها كبير قوي. فهتقعدي نص ساعه هتقعدي ساعه دي هتتشاف. وده نحتسبه لينا عند الله سبحانه وتعالى. اللي هيستفيد بمعلومه من العلماء دي في ميزان حسنات. بالظبط. حلو جدا. نقول ان المكان ده ان شاء الله هيطلع منه في رحاب المصطفى ان شاء الله. هو عاجبك ولا لسه ناقصه حاجه؟ لا تحفه جميل والله. بجد والله جميل. ومع الوقت كل حاجه بتتطور. كنت ممكن تصدق ان حاجه بعد صدى الشراء وتتعمل هنا في كفر صقر كده؟ بعد صدى الشراء ولا صدى الشراء كان حلم لكل الناس وكان مشروع حلو جدا. يعني احنا كان بيجي لنا ضيوف من اماكن كتير جدا من بعيد. جالنا اعضاء مجلس شعب، جالنا دكاتره وعلماء، جالنا مشايخ كبيره. الكل كان يتمنى ان هو يظهر على صدى الشراء. الحمد لله. لحد ما الصفحه ذات نفسها اتسرقت. صفحتك اتسرقت بتاع صدى الشراء؟ ايوه. مش احنا صحينا في يوم لقيناها مش موجوده، لا وجود، قفلت، مش موجوده خالص. ما هي اتقفلت. اهي دي كانت اول حاجه، اول خطوه. انا قلت خلاص بقى انت حلمك كله راح والداتا بتاعتك كلها انتهت. كان برامجنا كلها وانتهمت فيك. يا نهار اسود والله انتهمت فيك. ليه وانا هاكر يا جماعه الخير؟ انتهمت فيك. انا مش هاكر عشان لا انا الوحيده اللي ما كنتش ادمن في الصفحه. انا الوحيده اللي ما دخلتش ادمن في الصفحه خالص. انتوا حتى قلتوا لي اطلعي لايفات من على الصفحه، كنت اقول لكم ما تضيفوني عشان اليوم ده اطلع. اليوم ده انا لما صحيت ما لقيتهاش،
خلاص بقى كل حاجه قدامك اتدمرت، كل حاجه كانت تتم في عارفه كانوا يجيبوا لنا الداتا بس، يعني الداتا اللي عليها كنا ناخدها وياخدوا الصفحه، مفيش مشكله. كان على الاقل اخدت شغل، كان عندي شغل كتير انما جداً. كل الشغل اللي عملناه كله راح. ودي حاجه برضو اتعلمنا ان اليوتيوب مهم في حياتنا، او انك تاخد داتا ليك مهمه في حياتك بعيدا عن الشغل. نحتفظ بالداتا بتاعتنا على الاسطوانات بقى، على فلاشات او الهاردات. لكن كده الصفحه ممكن تتقفل في بالظبط. بس اقسم بالله انا بريئه من الاتهام ده، والحمد لله. الحمد احنا لله. وجودنا النهارده مع بعض هو بيثبت لمعظم الناس اللي حاربت بينا ان الحمد لله مفيش اي حاجه، واحنا النهارده طالعين بنجاح اهو، بنحكي قصتنا، بنحكي الحاجات والعواقب اللي مرينا بيها في حياتنا، والحمد لله بنقول للناس اللي كانوا بيقولوا لنا انتوا مش هتكملوا، احنا كملنا اهو الحمد لله، قعدنا حلوين قوي يعني. طب سؤال بقى يا استاذ احمد، بما انك انت يعني هنقول انت صاحب الفضل في ان انا لا ربنا ادخل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ادخل مجال الاعلام، كنت متوقع ليا النجاح ده؟ يعني بعد ما صدى الشراوة قفلت؟ لا بعد صدى الشراوة لا. كنت بقول لا ده هي مش هتكمل، لكن اثناء صدى الشراوة انا كنت شايف حرصك على انك تنزلي الشارع وتعملي تقارير وكده. انا زي ما بقول لك ايامها ما كنتش فاكر ده انه ده نجاح بالنسبه لك، انا كنت فاكره غيره من بنات، يعني هم مجموعه بنات بيغاروا من بعضهم. ده اللي انا كنت شايفه فعلا. فلذلك انت ممكن تكوني شايفاني ان انا مع طرف اخر، انا ما كنتش شايف كده. لما قفلت صدى الشراوة عرفت، لما درست التسويق بقى عرفت ان لا ده بيحافظ على شغله، ده زعلان على الحاجه اللي هو بيرتب لها من زمان. قلت لا مش هتكمل، طالما صدى الشراوة هتنزل للشارع بس كده، لكن مش هتكمل، مش هتروح التلفزيون او كده. لكن واحنا في صدى الشراوة انا كنت بقول المذيعه دي هتكمل، ولذلك لما وقفنا عند قناه النهار قلت لك انت هتخشيها، لان انا كنت شايف برضو نجاح، وما بتقعديش ليل نهار شغاله، وانا رجلي مكسوره، كنت انا بقعد على مكتب على الكرسي المتحرك علشان رجلي ما تبانش، كنت بروح بفردة شوز والفردة الثانيه لا. ايوه كنا فاكرين. كان تحياتي لمحمد ثروت ثروت والملك، كلهم كانوا بيشيلوا الكرسي كده يا جماعه عشان يطلعوني فوق، يعني من هنا ومن هنا، وانا مكسوره، رجلي كانت متجبسه ومكسوره. يعني كنت عامله عمليه والحمد لله. اللي بيحط في دماغه. عارف يا استاذ احمد اللي خلاني دلوقتي سميحه صلاح؟ اقسم بالله العظيم انا ما بحبش حد يجاملني. اللي خلاني سميحه صلاح الضرب اللي انا اخدته. فلان كان يقول لي او يعلق تعليق ده ما اعرفش ايه، لا ده انا احط التعليق ده في دماغي. الشيخ الشعراوي قال لك ما انا عايزه اثبت للشخص ده ان انا مش هعمل كده، وان انا هبقى احسن، وان انا والله ده عنوان حلقتنا النهارده، ان هو ما تبصش وراك، انت هتبص تحت رجليك يعني ليه؟ هم كلامهم هو اللي علاني بالظبط، الانتقاد بتاعهم السلبي هو اللي علاني، هو اللي رفعني، هو اللي خلاني دلوقتي. وانا دلوقتي بقعد مع نفسي كتير واقول انا عايزه اكتر من كده، ما الحمد لله. انا بالزبط. حتى لو دلوقتي ان انا قعدت انا اديت رساله لمده 7 سنين والحمد لله. حتى لا ونقول كمان ان احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه هنعمل ان شاء الله يا رب، ما نكسلش خالص، احنا لسه يعني انا بعد ده كله انا بقول انا لسه هعمل. انا عايز افتح في القاهره، وعايز افتح يعني عايز انوع سكايل دي تكون متنوعه في كل مكان ان شاء الله. ربنا يحقق حلمك يا رب. فعايزين نعمل، مش عايزين نقف عند حته معينه يعني. باذن الله ربنا يوفق يا رب ان شاء الله. يا رب. والاستوديو يكون استوديو 2 و3 يا رب، وينفع الناس يا رب. بس احنا مش عايزين الا كده. عايزه تقولي ايه للساده المشاهدين بقى قبل ما نختم؟ عايزه اشكرك على المكان الحلو ده وعلى الاستضافه الجميله دي، واشكر طبعا الاستاذ عثمان كلوب، واشكر الداعمه اللي وقفت في ظهري ولسه في ظهري، حبيبه قلبي اللي بموت فيها استاذه سميره الدغيدي، بشكرها على دعمها وكانت دايما لما تشوفني مثلا زعلانه ولا في حلقه وقعت مني او كده تبعت لي مذيعات دلوقتي مشهورين جدا في اول حلقاتهم. شوفي ما هم لسه في البدايه، شوفي دلوقتي عملوا ايه، في فرق كبير، لازم اشتغلي على نفسك باستمرار. لما لقيتني قعدت المره اللي فاتت انا بشكرها جدا، قالت لي انت قاعده ليه؟ تعالي لي، خدتني الاستوديو وشجعتني وقالت لي لا هنستمر وهنقعد، ما فيش قاعده خالص. بشكر طبعا السبونسر اللي وقف معايا من البدايه ودعمني من البدايه الحمد لله. هو كان بيزنس يعني كان مقابل اعلان
لكن كمل معاك. لكن كمل معانا الحمد لله. وبشكر ناس كتير جدا، بشكر استاذ عثمان كلوب، بشكر بابا طبعا انا كان في البدايه كان الموقف غريب جدا على اهل كفر صقر، واخواتي كانوا واقفين ضدي ان هم مش عايزيني اشتغل، مش عايزيني اكمل في الاعلام، لا ما تكمليش، لا ما شايفين ان ده حاجه عيب. لا بابا اللي وقف لهم وقال لهم لا، هو قال لي لو انت وقفتي انا هيجرى لي حاجه، كملي شغلك، وكملت علشان داعم ليك يعني. والدتي الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها يا رب ان شاء الله. يعني دي الحاجه الوحيده اللي زعلت انا من نفسي يوم العزاء على فكره. عايز اقول لك على حاجه. يوم العزاء كلمني استاذ عثمان كلوب قال لي لا بعد العزاء قال لي انت ما رحتش عزيت؟ قلت له لا. فانا زعلت من نفسي، قلت لا كان المفروض ان انا اكلمك يومها وانا اللي اروح اقدم العزاء وانا اللي اكون موجود في العزاء. انا كلمت بشكره طبعا الشيخ محمد الطروطي. بشكره طبعا، ما قصرش، هو قال لي انا هجيب معايا قلت له لان والدتي ماتت فجأة الصبح، وانا كلمته قال لي هتعملي العزاء النهارده؟ قلت له هعمل. فكان كل حاجه كانت مستعجله. الحمد لله ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها الحمد لله. الحمد لله. عايزه تقولي حاجه في الاخر؟ لا انا عايزه اشكرك وبشكر وشكرت كل الناس اللي لو نسيت حد يا جماعه ما حدش يزعل. انا بشكرك يا استاذ سميحه، نورتيني، وان شاء الله نعمل حلقات اكتر باذن الله، ونستنى في رحاب المصطفى ينطلق من هنا من جديد ان شاء الله. ونورتيني ونورتي كفر صقر. نعمل لوجو بقى لرحاب المصطفى واعلان، وان شاء الله نعمله باذن الله، ومن خلال البرنامج بتاعك بعد ان هو الدكاتره والعلماء واي حد عايز يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام او زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. احنا ما ننساش برضو امهات المؤمنين، كان عامل ضجه رهيبه. بالظبط. كنا بنتكلم كل حلقه عن من امنا، فالحمد لله رب العالمين كل مسيرتنا كانت كويسه الحمد لله. ربنا يبعد عنا يا رب شر الحاقدين وشر الناس اللي بتفضل تتكلم على الفاضي يا رب يا رب. انا بشكرك يا استاذ سميحه، شكرا جزيلا على اللقاء الحلو ده. نوعد الناس تاني ان احنا هنطلع تاني وهننطلق وينطلق في رحاب المصطفى من جديد، ودي دعوه من خلال البرنامج ده ان للدكاتره والاطباء اللي عايزين يتكلموا عن زوجات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وامهات المؤمنين. ان شاء الله هيطلع البرنامج من هنا، ينطلق من هنا، والاستوديو ده يبقى مكان للناس صناع المحتوى اللي عايزه تطلع حاجه، لكنه مش هيبقى زي صدى الشرق ابدا ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى احسن بكتير، لان خلاص الحمد لله رب العالمين لا يلدغ المؤمن طبعا من جحر واحد مرتين. فالحمد لله احنا نبص للبيزنس بقى في حياتنا اكتر. صحيح. لان محدش هينفعنا في حياتنا. صحيح. احنا لنا اولاد ولنا وعمرنا بيضيع في التعب لغيرنا. صحيح. فاحنا النهارده نتعب لنفسنا بس. الحمد لله رب انا بشكرك يا استاذ سميحه، نورتيني. ربنا يعزك يا رب. نورتيني وشرفتيني وشرفتينا في بيتك. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا رب. وانا بشكركم كل مشاهدينا الكرام على الحلقه الجميله دي. يمكن انا بقول اول حلقه بودكاست تطلع من كفر صقر. بشكركم شكرا جزيلا، والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.